السلام عليكم الدراري الدريات، كي دايرين؟ مرحبا بكم معايا في قصة جديدة. قصة كلها تشواق وغموض. اليوم جبت لكم واحد القصة حقيقية اللي غادي تخليكم مشدودين من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة. إلا كنتي من عشاق الروح والقصص اللي كتخلي القلب يدق بالسربة، راه هاد القصة جبتها ليكم ومتأكد غادي تعجبك. جلس، شد الكيد وعيش مع الأجواء، وما تنساش تخلي شي كومونتير والله قبل ما تنسى. ويلا نبداو. كل شي بدا قبل أكثر من 15 عام. عمرني ما عاودت القصة ديالي الحقيقية. القصة ديما كتروى من طرف البوليس، التلفازة، شي ناس تا هما مفاهمين تالبا، ولكن الحقيقة ما عمر شي واحد عرفها، حتى أنا ما كنتش عارفها كاملة. ندخلو في القصة ديالنا. أول مرة لقيت بريد كانت في الجامعة، فاش دخلنا بجوج لواحد الفرقة ديال الريكبي. يمكن كنا كنبغيو هاد الرياضة لواحد الدرجة ميمكنش، وهي اللي خلاتنا نتقربو من بعضنا. حيت بصراحة كون ما كانش الريكبي ما كنتش غادي نشوف راسي نكون نلقى شي صاحب بحالو. أنا كنت ديما منظم وعاقل، وهو ما كان كيهمو والو غير الضحك والصحاب. بين ما باقا ما تخرجناش بريد زوج الخطيب ديالي، بما أنه صرف فلوس كتير على الخاتم لاعين، قال خاصو يدير عطلة الوداع قبل الزواج مع الدراري. كنا كنقلبو على فين نمشيو، حتى فكرنا فارق الأسود البريطانيين اللي كان داير واحد الجولة في داك العام باش يلعب ضد بطل العالم ديال الريكبي، فريق جنوب إفريقيا سبريكس بوكس. المهم أخوتي، قلنا علاش لا نضربوها بالتسافيرة للجنوب، نتبحرو ونتفرجو في الماتش ونرجعو في حالتنا. معلماش سلفنا الفلوس من المدرسة، خدمنا خدمات زايدة، وبريد حتى هو شد من الفلوس ديال العرس. المهم باش ما يخصنا والو مشينا لمدينة ديربان في إقليم كوازالو ناتال. قررنا نبقاو 2 سيمانات، كاين البحر، الإشارات، ماتش الريكبي، ومن بعد نرجعو في حالتنا. غير في وسط التخطيطات هادو الوالد كان قال لي راه قريب من البلاصة اللي مات فيها جدك الكبير، في معركة كانت سميتها روكس دريفت. في داك الوقت كانت جنوب افريقيا مستعمرة بريطانية وهولندية، وجدودي كانوا كيحاربوا مع الجيش. المهم المعركة كانت خرافية بحال فيلم 300 اللي تفرجتو فيها خوتي. شوية ديال الجنود الانجليز كيقابلوا آلاف من محاربي الصول. وبالنسبة للناس اللي ما عارفين الزولو راه واحد القبيلة كبيرة في جنوب افريقيا، معروفين بالحرب والشجاعة ديالهم. كانوا محاربين ديال الحرب سام، يعني الغيث ياكلوا معاه. في المعركة اللي كتسمى روكس دريفت شحال من عسكري بريطاني كانوا قلال، ولكن تصداو الآلاف ديال الزول اللي هاجموهم. الزولو ما كانوش مسلحين بحال الانجليز، ولكن كانوا شجعان وكيهاجموا بلا خوف، بحال شي فيلم ديال الحروب. راه قلت لكم اخوتي. تعمقت شوية وبديت كنقلب في الموضوع، ولقيت ان ديك البلاصة ولاو بغاو يديروا فيها متحف وأوطي. ولكن شي حاجة غريبة وقعت. في التسعينات البناية بداو كيختفيو واحد بواحد، لقاو منهم شي عظام وسط الغابة بحال شي وحوش كلاهم. وزاد الطين بلة، من بعد جوج اخرين تا هما تقتلوا بنفس الطريقة. حبسوا المشروع وخلاو المكان خاوي ومشاو. الناس بقاو كيقولوا راه مسكونين. انا في ديك اللحظة حسيت بشي نداء داخلي، بغيت نمشي نحيي جدي اللي مات. مشيت عيطت على بريد اجي نديرو رحلة صغيرة لتماك. قال لي اش تمشي بيا للسافانا 4 سوايع وانا عندي البرة والبحر هنايا ونعالم. المهم قال لي عندي كلشي هنايا. قال لي راه بلاصة مسكونة وما قلتيش لي بلي راك كتحماق على الخلية والرعب وداك العالم. المهم كنت كنبغي هادشي وانا عندي 12 عام. بالسلبة وفي السربة اقتنعت. كرينا الجيب وبدينا كنمشيو وسط الشمس الحارة في السافانا، البرا ما كيساليش غير بالشكاو. من بعد 4 سوايع ونص وصلنا واحد الطريق ترابي، الربيع طويل، الشجر معزول. لقينا المركز المهجور والو ما فيه، دار قديمة بالطوب، الحيط مقشر والسقف كحل ومحروق بالشمس.
وانا كنشرح ليه التاريخ ديال المعركة. هو ما كانش مات، ولكن فجأة بالصدمة قال لي شوف داكشي في الحيط فاش هادو. المهم فاش لقينا واحد 5 ديال أقنعة قبيلية معلوقة في السطح. المهم وجوه فيهم كيخلعوا، نيفهم طويل، السنان ماضية، العيون بحال ديال الحيوانات. شنو الضباع؟ لا، ودنو مدور، وهذا ما فيه بوقع. ديب فين شفتي ديب؟ في افريقيا. حاولت نحل الباب ما بغاش. بريد جبد رجليه وركل الباب بالشدة حتى تهرس. علاش كدير الحيوان؟ اش فيها؟ بغينا ندخلو دخلنا، صافي ما عليناش. دخلنا للبيت مظلم، رجعت للجيب شفت الضواء، لقينا طبلوات ملصقين قدام دورو مجسمات ديال المعركة بالتفصيل. وبينما انا مركز بريد غوت واحد الغوتة راه في شكل. تبعت الضو ديالو لقيت 5 ديال الدوميات لابسه لباس الجنود الحمر، كانوا واقفين في الظلام بحال الاشباح. حتى انا حسيت بالخوف ديال بصح. خرجنا ومشينا للكنيسة الخاوية، ومن بعد انا مشيت دغيا للناس بالتذكار. واحد العمود بيض مكتوبين فيه سميات العسكر اللي ماتوا. واو ويليامز جيم. قال لي بريد واش جدك؟ قلت لي جندي جون ويليامز مات في هاد الارض. بريد ضحك وقال لي كتظن راه باقي الشبح ديالو زعما؟ الله يحفظ، راه الرجال في العائله ديالي ما كيبغيوش الانجليز حيت كيبغيو الغنم اكثر. بريد هاد الهضره هادي كتقصد بها اختك؟ ضحكنا ومن بعد رجعنا للتيب ومشينا للوطن المنشور. 3 د البنايات مدورة، الصباغ مقشرة والسقف ديال القش طايح، الكرياجات مسدودين. هنا فين اختفوا العمال زعما؟ ولكن هنا وقعت الفاجعة. بريد شدني في دراعي وقال شوف داكشي كيتحرك في ضوء البناء. شفت شكل صغير بحال الا كلب. راه الكلاب الضالة كيبقاو يتخباو في هاد البلايص. لا، راه كان كيمشي على جوج. واش هادشي هذا؟ من بعد خرج واحد الدري صغير وضعيف ولابس حوايج مقطعين حفيان. شنو زعما هذا شبح؟ صافي سكت بريد. قلت ليه هذا راه صاحبي. هرب الدري واختفى. كنت باغي نتبعو ولكن بريد قال لي خليه، راه يمكن غير يجيب لنا المشاكل. رجعنا للجيب، ولكن هنا كانت الكارثة الحقيقية. الجيب غارق في الأرض، الرواد اللي قدام داخلين في الحفرة بحال شي حاجة كتسدهم من تحت. اشنو هادشي هذا؟ من بعد دات الأرض بحال كتنفس، واحد الإحساس كيخلع بحال التراب حي. وشفت وجه بريد كان كيتجمع، وجهه صافي الزرق الصفر، كاع الألوان تجمعوا فيه. بدا كيدخل شوية بشوية في الطين وكيقول عاوني. شديت يدو ولكن الأرض كانت كتجبد فيه بزاف حتى صافي تبلع كامل، ويدو حتى هي تحيدات مني بواحد القوة ما يمكنش. آخر صوت سمعتو رايس. وقفت بلا حركة. كان داك الكائن واقف كيضحك ولكن ماشي ضحكة، في شكل غريب، سنانو كبار وعينيه صغار. هربت بلا عقل بالاتجاه، كاع ما عرف راسي فين غادي. فقت في السبيطار بعد يومين وقالوا لي ما لقاوش لا بريد لا الطوموبيل. قال لي البوليس غالبا صدمة نفسية، ولكن انا عارف الحقيقة. ومن ذاك النهار كل ليلة كنسمع شي واحد كيعيط ليه من تحت الارض رايس. ولا كيخليني ما ننعش هو انواع الصوت اللي كيجيني من تحت فراشي. الا وصلتي حتى لهنا كنحييك لانك من الناس اللي كيتبعوا التفاصيل وكيسمعوا بكامل الاهتمام. شكرا بزاف على وقتك والدعم ديالك، وما تنساش دير ديك لايك ديك ابوني، بارطاجي القصة مع صحابك اللي كيحبوا هاد النوع من القصص. كان معكم خوكم مرادين، نشوفكم في القصة الجاية.